بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير. النهارده بقى اكله سريعه وسهله، ومش هنقف كتير في المطبخ ولا هنحتار ولا اي حاجه في الجو اللي احنا فيه ده، والكهرباء كل شويه عماله بتقطع. لا لا، احنا مش قد الوقفه دي ولا قد وقفه المطبخ دلوقتي ولا في الحر ده. تعالوا بقى نعمل اكله سهله وسريعه وبامكانيات بسيطه جدا. يلا بينا، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا متعودين مع بعض، معانا بصل وجزر وفلفل سبايسي وبارد، ومعانا البهارات بتاعتنا، ومعانا طماطم مقطعينها قطع صغيرة، ومعانا كمان الفراخ بتاعتنا بعد ما اتنضفت تنظيفة كويسة جدا واتنقعت. تعالوا بقى ايه هنعمل ايه. طبعا الفلفل والجزر والبصل حطيناهم في الكبة وفرمناهم الفرمة الحلوة دي. مفيش كبة يبقى مبشرة، مفيش مبشرة يبقى الخلاط. سهلة. هنحط بقى كل المكونات مع بعضها. معانا كمان الطماطم متقطعة بالمية بتاعتها عادي، وملح وفلفل وبابريكا وكركم وشطة وكمون، وكمان مرقة بودر، وكمان حزمة كده من البقدونس او كزبرة والشبت. طريقة سهلة ولذيذة، ومش هتاخد منك لا وقت ولا مجهود ولا ان انت تتبليها وتقعد من بالليل للصبح ولا الكلام ده كله. هنجيب كمان فصين كده من التوم حلوين، عايزه بقى تقطعيهم ماشي، عايزه تفرميهم ماشي، عايزه تعمليهم في مفرمه التوم ماشي، زي ما انت عايزه. كمان معانا ليمونتين كده حلوين، هقطع واحده منهم بس. هعصرهم كده زي ما احنا شايفين مع بعض، ما فرمتهمش ولا اي حاجه. يعني ممكن افرمهم في قلب في قلب التتبيله مع البصل والفلفل، لكن انا عايزه العصير بس. هحط كمان نص الكيس كده او معلقه من البهارات المشاوي بتاعه ماجي. حلوه قوي وطعمها بيفرق جامد في الاكل. شايفين بقى الجمال؟ طبعا هنا انت ممكن تضيفي زيت انت وراحتك، لكن انا ما ضفتش اي زيت ولا الخل ولا اي حاجه. هقلب بس كل البهارات كده مع بعضها. طريقه سهله وبسيطه. طبعا انا هنا ما قلتش ان انا حطيت زيت، انا ما حطيتش زيت ولا حطيت اي ماده دهنيه تماما. احنا لسه هنشوف الماده الدهنيه دلوقتي. طبعا هنا ما يعني ايه، مش هتحطي مواعين كتير، او مش هتلبسي مواعين كتير. هنرص بقى الفراخ بتاعتنا كده في الصينيه زي ما احنا شايفين مع بعض، وهنزل عليهم بالتتبيله. شايفين الالوان والجمال؟ طبعا هنا ما ضفناش ميه ولا اي حاجه، لان الخضار اللي معايا او الطماطم اللي معايا والفراخ هتنزل صوص حلو قوي قوي قوي. طبعا هنا انا هستعمل بقى ايديا، هسيبني بقى من السباتولا، وهستعمل ايديا عشان ان انا اشرب او ان انا اتبل القطع بتاعه الفراخ من جوه ومن بره. حلوه قوي قوي. عشان هنا انا مش هقلبها على الناحيتين، لا انا هسيبها تتشمع من الناحيتين برضو في الفرن بتاعي. طبعا هنا انا مولعه الفرن بتاعي على درجه حراره 180 يسخن، وهحطها في الرف اللي في الوسط، ومش هغطيها بورق فويل ولا اي حاجه. هسيبها كده تتحمر وتستوي مع نفسها. طبعا طريقه سهله وبسيطه وتتبيله حلوه، ومش هتقعدي كتير في المطبخ في الجو اللي احنا فيه ده، والكهرباء اللي احنا كل شويه تقطع. ربنا يكون في عون الناس جميعا يا رب. تاكليها بقى جنب رز ماشي، تاكليها جنب سلطات وطحينه ماشي، زي ما انت عايزه. كده تمام. تبلت القطعه كلها زي ما احنا شايفين كده مع بعض. صدقيني جربي الفراخ بالطريقه دي،
هتاكليها اصلا قبل ما تطلع من الفرن، يعني الريحه بتاعتها بس في المطبخ وفي الشقه عندك هتبقى ما شاء الله، يعني الريحه رايحه لاخر الجيران. هغسل ايدي وتعالوا نشوف هنعمل ايه، استنوا معايا. طبعا هنا انا حطيت كده قطع من الزبده، يعني قطع من الزبده، والليمونه اللي اتفضلت معايا هعملها طرنشات وهحطها على وش الصينيه بتاعتي زي ما احنا كده شايفين مع بعض. الله يا جماعه حدوته، وعلى الصوص بتاعها الرائع جدا وعلى الجمال بتاعها، شايفين الجمال؟ الله الله الله. ندخل الفرن، يلا على الفرن. طبعا هنا انا حطاها في الرف الاوسط زي ما احنا شايفين مع بعض، هي بدأ ان هي تستوي والصوص بتاعها زي ما هو، ما حطيتش اي ميه ولا اي حاجه. هسيبها بقى تتشمع كويس واخرجها كده. هي بعد ما خرجت زي ما احنا شايفين مع بعض، الله على الحلاوه والجمال يا جماعه. شايفين الرقه؟ الصوص بتاعها انا مش قادره اقولك، انا اكلت الصوص قبل القطع بتاعه الفراخ. الله الله. اشوفكم في فيديو